السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض وصفة جميلة وبسيطة. هنعمل صينية اللحمة بالخضار في الفرن بطريقة هتعجبك ان شاء الله، بطريقة جميلة جدا وجديدة وفيها تغيير عن الروتين اللي احنا متعودين عليه. بتاعنا هنقطعه مكعبات كبيرة علشان ما يتهريش في الفرن، انه هياخد تسوية اللحمة. معانا طبعا اللحمة بتاعتنا مقطعينها مكعبات صغيرة، ومعانا هنا بطاطس برضو متقطعه مكعبات حجمها كبير، فلفل رومي برضو اللي هو الالوان متقطع مكعبات كبيره، معايا برضو بصل مقطع مكعبات كبيره، وطماطم نفس الطريقه، ومعايا قرن فلفل حار. اللي بيحب الاكل حار بيقطعه شرايح، اللي بيحب الاكل مش حار يعني قوي بيحط قرن الفلفل سليم بس بيغسله طبعا الاول. ومعانا التوابل بتاعتنا عباره عن ملح وفلفل اسود وبسيط من الكمون وبسيط من الشطة انها تبقى اختياري، ومعانا كمان البابريكا. اول حاجة هنعملها هنجيب صينية فرن او طاجن فخار اي المتاح عندك، وهنبدأ نحط فيه كل المكونات الاكلة بتاعتنا. حطيت البطاطس وحطيت كمان البصل، الفلفل الالوان، وهنزل كمان بالطماطم مكعبات كبيرة، هنزل كمان بمكعبات اللحمة، هحط كمان شوية من زيت الزيتون، هخلط البهارات بتاعتي كلها على بعض، فيها فوق خليط اللحمة والخضار بالشكل ده كده. هنخلط كل المقادير مع بعضها مع التوابل، ولازم اتاكد ان البهارات او التوابل بتاعتي اختلطت بكل المكونات. بعد ما قلبت كل المكونات بغطيها بورقه زبده وفوقها ورقه فويل، وبدخلها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 على الرف الاوسط لمده ساعه وربع او ساعه ونص حسب نوع اللحمه بتاعتك وحسب تسويتها. انا حطيت القرن الشطه السليم زي ما هو كده عشان مش بنحب الاكل حار قوي يعني. اللي بيحب الاكل حار يقطعه شرايح كده صغيره. معايا هنا خطوه مهمه جدا كان ممكن ننساها، وهي الزبده. هنعمل زبده الاعشاب. معايا 3 مكعبات من الزبده، هحط عليهم معلقه كبيره من الثوم المفروم، ومعلقه كبيره من البقدونس المفروم ناعم جدا. لو عندك بقدونس اللي هو المجفف ممكن تستخدميه، ما عندكيش بتحطي الفريش العادي. وهحط عليهم كمان معلقه من الزعتر، كويس جدا. الزبده لازم تكون طريه كده بحيث تختلط معاكي مع باقي المقادير. الخطوه دي مهمه جدا، بتديها تيست عالي كده وبتخلي طعمها وريحتها كمان جميله جدا. بوزع زبده الاعشاب كده على الوش، على مسافات بالشكل ده كده. الشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. هنغطي الصينيه بقى، احنا بنحكم غلقه علشان خاطر البخار السخن ما يطلعش، وده بيساعد في تسويه في وقت اسرع. هدخلها الفرن زي ما قلت لكم على الرف الاوسط، يكون ساخن مسبقا عند درجه حراره 180 لمده يعني ساعه وربع
ساعة ونص ساعتين حسب نوع اللحمة بتاعتك. لازم قبل ما تطفي الفرن تطلعيها وتختبري سوية اللحمة الأول. طلعنا الصينية من الفرن، شكلها جميل جدا والريحة كمان طالعة تحفة. طبعا بنعملها جنب رز أبيض، سواء رز مصري أو رز بسمتي. نبدأ نغرفها في طبق التقديم. وهنقدمها بالشكل الجميل ده، صينية لحمة بالخضار. بصراحة طريقة في منتهى الجمال وهتعجبكم جدا، وتغيير عن المألوف يعني. اتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبتكم وصفتي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وبألف هنا يا رب للي يجرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.